بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب صحيح البخاري. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري، وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد الأيلي، وهو عقيل بن خالد بن أبي خالد الأيلي، أو أبو خالد الأيلي. نعم. عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن عروة بن الزبير، وهو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. عن عائشة أم المؤمنين، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري،
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابن عوف الزهري أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وهو عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي وأبو صالح وهو عبد الله بن صالح أبو صالح المصري نعم وتابعه هلال بن رداد وهو هلال بن رداد الكاتب الشامي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقال يونس وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ومعمر وهو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي البصري نعم بوادره نعم. ونكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.